نجوم عرب لمعت أسماؤهم وسطروها بأحرف من ذهب في أفريقيا، وساهموا في تتويج بلدانهم بالبطولة حتى أصبحوا رموزاً كروية يحتذى بها، كالجنرال محمود الجوهري الذي قاد مصر للتتويج باللقب كلاعب عام 1959 وكمدرب عام 1998. لاعبون آخرون واصلوا على نفس نهج الجنرال، فحملوا راية التألق كأسلافهم على غرار محمد أبو تريكة الذي قاد الفراعنة لمنصة الأبطال عامي 2006 و2008. كما دون لاعبون آخرون أسماءهم في خانة الأرقام القياسية على غرار عصام الحضري أكثر من توج بالبطولة في 4 مناسبات، وأحمد حسن الذي حضر في 8 نسخ من عام 96 حتى 2010. وفي بلد المليون شهيد عبد عديد اللاعبين لأنفسهم طريق المجد. جيل التسعينات الذي قاد الجزائر لأول الألقاب تزين بأسماء كبيرة على غرار رابح ماجر وجمال مناد وجمال أماني وشريف وجاني والطاهر شريف وزاني وآخرون. وبعد 3 عقود عاد جيل آخر وأعاد الجزائر لمنصات التتويج. رياض محرز كان قائده، وبأهدافه الجميلة أفرح شعباً عشق كرة القدم. وغير بعيد وتحديداً في بلاد الأطلس الشاهقة تألق جيل المغرب عام 76 وبقيادة أسماء لامعة كأحمد فارس وعبد العالي الزهراوي وحميد الهزاز وأحمد أبو علي وآخرون. وفي الخضراء تونس ترصع جيل 2004 بوشاح الملوك بوصفه الجيل الوحيد الذي تمكن من جلب الكأس للبلاد. ومن أهم الأسماء التي تواجدت في ذلك الوقت الظهير حاتم الطرابلسي ورضي الجعايدي وخالد بدرة وزياد الجزيري ودوس سانتوس ذو الأصول البرازيلية. وفي بلد الطيب والكرم تمكن السودان عام 70 من التتويج بلقبه الأول والوحيد في كأس الأمم حتى الآن بقيادة جيل حيدر علي جاجرين ونصر الدين عباس جاكسا وعمر علي حسب الرسول حسبه. أسماء عربية كتبت بأحرف الضاد تاريخاً لن تمحى فصوله أبداً.